السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتني جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده جديد وهنعمل مع بعض طبق سلطه حلو كده، عشان خاطر هنعمل اكله حلوه كده. سلطه خضراء بطريقه سهله جدا. قبل ما ابدا الفيديو، لو لسه جديده عندي في القناه يا ريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك لايك لايك. يلا بينا نبدا مع بعض. هنعمل بقى مع بعض النهارده سلطه عاديه خالص. انا طبعا صورت لكم قبل كده سلطه المشاوي. النهارده هنعمل سلطه عاديه خالص صغنونه كده حلوه، عشان هنعمل جنبيها شويه مكرونه حلوين بالجبنه الموتزاريلا والجبنه الميكس. يلا بينا مع بعض نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا مع بعض الفيديو. اول حاجه هنجيب طبعا قرن الفلفل الحراق. مش عايزه الفلفل الحراق اعملي عادي جدا فلفل اللي هو الرومي، فلفل الالوان متاح جدا في السوق. فلفل الالوان شوفي انتي اي نوع الفلفل اللي انتي حباه، بس انا عامه السلطه بحب فيها الفلفل الحامي. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب بقى طبعا الخيار بتاعنا ونبدا ان احنا نقطعه مكعبات. بصوا اهو مكعبات صغيره، لان انا مش عايزه تكون السلطه كبيره خالص. طبعا انا صورت لكم قبل كده نعمل سلطه المشاوي. نقطعها بصوا اهو، نقطع الخياره كده ونيجي بالطول نجيبها كده ونجيبها تاني كده. وبعد كده هبدا بقى ايه اللي انا اقطعها اهي صغير خالص. هتقولي لي ازاي ليه صغيره كده؟ عشان طبعا السلطه هنحط جنبيها الاكل المكرونه وكده، لكن لما تكون سلطه المشاوي انا بقطعها كبيره. اهم حاجه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو الفيديو بقى عجبك يا ريت بقى تكتبي لي كومنت حلو كده وتقولي لي رايك في الفيديو ايه. دوت الخيار بتاعنا. طيب هنجيب بقى الطماطم بتاعتنا. بصوا بقى الطماطم تفاح تفاح تفاح، طماطم حلوه جدا وكبيره كده. بصوا عامله ازاي. هنجيبها بقى كده نقطعها كده ونبدا ان احنا نقطعها صغير بالشكل ده كده. زي ما قلت لكم السلطه فيها كذا نوع. طبعا الطماطم رفعت جامد جدا، الكيلو عامل 20 جنيه. مش عارفه اصلا هي ليه رفعت كده وليه الاسعار ديت. كانت الاول كانت عامله 5 جنيه وكانت عامله كيلو ونص ب10، بس انا بقول عشان خاطر دخول العيد علينا، عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين وجميع الامه الاسلاميه يا رب تكون بالف خير. فانا قلت اكيد تكون هي كده غاليه بسبب اللي هي عشان خاطر عيد الاضحى وكده. انا بقى ايه، كان عندي اصلا في الفريزر طماطم كنت مخزناها بصراحه هتنفعني اصلا في العيد. كنت جايباها كانت ب5 جنيه كيلو، كانت رخيصه جدا وحلوه قوي. كنت جايباها وبدات ان انا اخزنها بالبصل، وشويه عملتهم من غير بصل عشان طبعا في اكلات بنبقى عايزين نحط فيه توم وكده، فمش هينفع نعمل اللي هو بالبصل وكده. تمام كده اهوت. انا بقطع اهو السلطه بتاعتي. طبعا بقى هنحيقها عادي جدا بالملح او الدقه والخل والليمون، وهنبدا نشيلها في الفريزر في التلاجة سوري نحطها في التلاجة عشان تسقع معانا وعقبال ما نحضر الاكل بتاعنا. وهوريكم بقى ازاي طواجن المكرونه القمر دي احنا عملناها بطريقه سهله جدا وبسيطه واحسن من بتاعه المحلات بره. طبعا انا هنا بقطع الخضره بتاعتي في قلب السلطه اهو بالشكل ده كده. قطعت كده كميه الخضره كلها اهو تمام، وابدا اقلبها اهو. بصوا لو عايزين تحطوا جزر حطوا، بس انا عامه يعني انا كده ما احبش الجزر تماما في السلطه نهائي. عامه ما احبش الجزر. هجيب بقى بصلايه، البصله بتاعتنا اهو نبدا نقطعها كده، بس البصله الوحيده اللي نعملها يعني كبيره شويه، ما نقطعهاش زي الطماطم والكلام ده، لا نقطعها كبيره شويه.
وبكده يا حبايبي طبق السلطه بتاعنا خلص اهو. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير للفيديو، تستنوني ان شاء الله في فيديو جديد واكله جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.